فاز المغرب بشرف استضافة كأس إفريقيا 2025 ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي. وفاز المغرب بعد انسحاب الجزائر وزامبيا، إضافة لعرض مشترك من بنين ونيجيريا، قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة الأربعاء. وكان المغرب مرشحا بقوة، وسيكون هذا القرار دفعة لآمالها في استضافة كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا. وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في إفريقيا، بعد حوالي 4 عقود من المرة السابقة عام 1988. ومن جهة أخرى، فاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق استضافة نسخة 2028 من البطولة، التي ستكون النسخة الأولى التي تقام في 3 دول.